ومن كتر الفراغ العاطفي اللي بقيت فيه بقيت أكلم شباب كتير على مواقع التواصل الاجتماعي، بس من بينهم واحد جذبني قوي بطريقته. من وأنا صغيرة كنت متعودة إن كل حاجة تبقى زي ما أنا عايزة، أرفض، أزعل، أصرخ، وماما تقف في صفي وتقول للكل سيبوها هي حرة. كبرت ولسه فاكرة إن الدنيا هتمشي على مزاجي، أتحكم وأرفض وأعند ومحدش يقدر يعارضني. بس اللي ما كنتش فاهماه إن اللي يتعود ياخد كل حاجة هيجي عليه يوم ويخسر كل حاجة. أنا عالية، عندي 45 سنة. تعالوا أحكي لكم قصتي. أنا اتجوزت ياسر وأنا عندي 23 سنة. كان بيحبني قوي وأنا كنت بحب قوي أستغل حبه ليا. هو أخدني وعارف إني دلوعة وطلباتي مجابة، ولما طلبت منه تأجيل الحمل أول جوازنا وقتها قال لي ليه يا عالية طالبة تأجيل الحمل؟ في حاجة مضايقاكي؟ لا مش كده خالص، بس احنا لسه في أول جوازنا والمفروض نستمتع بحياتنا، نسافر، نخرج، نضحك، وبعدين أنا مش عايزة جسمي يتبهدل بالحمل والولادة. أنا بصراحة كنت متحمسة قوي لموضوع الحمل ده، بس طالما ده اللي هيريحك يبقى خلاص نأجل. أنا ما اتجوزتكيش عشان تخلفيلي، أنا اتجوزتك عشانك انتي، وعايزة أشوفك مبسوطة في كل لحظة يا حبيبتي. تمام، بس اوعى تيجي بعد كده وتقولي عايز بيبي حالا، هقولك لسه بستمتع بالحياة. ورغم حب ياسر ليا إلا إني بدلعي وطلباتي الزايدة بدأ حبه ليا يقل ويتغير. بص يا ياسر، أنا مش أقل من أخت شيماء، جوزها جاب لها عربية أول ما اتعلمت السواقة، وأنا كمان عايزة عربية، ومش أي حاجة على فكرة، عايزاها تبقى أعلى منها كمان. عالية، انتي سامعة نفسك؟ هو كل ما حد يجيب حاجة لازم تقلديه؟ هو ده مقياسك للحياة؟ خلي بالك الطبع ده لما بيكون في الست بيبقى صعب الراجل يتحمله. بس اللي بطلبه طبيعي وانت تقدر عليه، يعني انا مش اقل من اي حد، وبعدين انا ست البيت ومن حقي اطلب اللي انا عايزاه. من حقك تطلبي، لكن مش من حقك تجبريني وتفرضي عليا طلباتك، ومش كل يوم والتاني طلب. انا اللي بجيبلك من نفسي، ده انا لسه جايبلك طقم دهب، ولسه جايين من السفر اللي كنتي طالباه. ما سألتيش نفسك قبل كده انتي تستاهلي كل اللي انا بعمله معاكي ولا لأ؟ ده انا بشوفك وانتي بترمي الاكل اللي بجيبه من غير حتى ما تهتمي، حتى ما بتسأليش انا تعبان، جعان، فرحان، ولا يفرق معاكي غير طلباتك وبس. واحدة واحدة عليا، كل ده جواك؟ طبيعي انك تكون تعبان من الشغل، كل الرجالة بتتعب في شغلها، عملت ايه انت زيادة؟ وانا هعملك ايه يعني لما تبقى تعبان؟ والاكل اللي برميه بيكون باظ خلاص، نسيته بره التلاجة، ما انت اللي بتجيب اكل كتير. يعني طلعت بعد كل ده انا اللي غلطان؟ فعلا انا اللي غلطان. انا مش هجيب عربية لاني مش باجي بطريقة الاوامر، كل حاجة حواليكي مش عاجباكي ومش بترضي بسهولة. ما حاولتش مرة تبصي في وشي بحنية وتقوليلي شكرا؟ شكرا على لقمة بكافح علشانها؟ انت مش عارفة تقدري النعمة اللي في ايديكي وممكن تزول منك. وبقى فيه شرخ كبير بينا، وانا كنت السبب في الشرخ ده، وبقينا معظم الوقت متخاصمين والكلام بينا قليل قوي، رغم اننا قاعدين في بيت واحد. ومن كتر الفراغ العاطفي اللي بقيت فيه بقيت اكلم شباب كتير على مواقع التواصل الاجتماعي، بس من بينهم واحد جذبني قوي بطريقته. لأول مرة حسيت إن قلبي بيدق بجد. كلامه معايا كان جميل قوي، والموضوع اتطور وبقيت بتكلم معاه في الفون لما يكون ياسر مش موجود. مساء السكر، ازيك يا أحلى عالية في الدنيا؟ أنا بكون كويس بس لما بسمع صوتك. شفتي بقى الكلام بالصوت أحلى من الكتابة ازاي؟ مساء الفل يا مجدي، بصراحة عندك حق، بس أنا بضطر أكلمك كتابة وجوزي هنا، لكن لما بينزل بقدر أتكلم معاك. بجد أنا برتاح بالكلام معاك قوي. وهو ده المطلوب، راحتك معايا يا قمر. بقولك ايه، أنا عايز بقى الأحلى من الكلام على الفون، مش حابة تشوفي وش اللي بيقولك كل الكلام الحلو ده. يعني ايه تقصد؟ نقابل بعض؟ في مكان عام طبعا، أي مكان يعجبك، بس أشوفك، نقعد نشرب حاجة ونضحك،
وجها لوجه بدل الكلام ده اللي بقيت استناه كل يوم. مش عارفة، مش بحب المقابلات، خصوصا انك محترمة، عارف. عشان كده طلبت قبلك في مكان عام. انا مش بضغط عليكي، بس انا حاسس ان في بينا حاجة حلوة، مش حابب اسيبها تبرد لو فضلنا نكلم بعض كده من ورا الشاشة، وهنضيع اللحظة اللي ممكن تكون بداية لحاجة اكبر. طيب، هشوف. خدي وقتك، بس يا ريت ما تطوليش. انا بجد مستني اللحظة دي من اول ما اتكلمنا. رحت وقابلت مجدي، ومقابلاتنا اتكررت، وفي يوم قال لي: بصي يا عالية، من غير لف ودوران، انا ما بقتش قادرة اتخيل يومي من غيرك. بس بصراحة الوضع اللي احنا فيه مش مريح، لا ليا ولا ليكي. وضع ايه؟ احنا لسه بنتكلم وبنتقابل، يعني فين المشكلة؟ مشكلة انك لسه على ذمة حد تاني، حد مش عارف يقدرك، وواحدة زيك تتشال على الراس من فوق، مش تتساب في بيت كله جفاء وبرود، ومعاكي راجل مش مكفيكي عاطفيا. وياسر فعلا مش منقصني حاجة، كل اللي انا عايزاه بيجيبهولي مهما كان غالي، حتى من غير مطلب. بس هو مش بيحب الامر، لكن عاطفيا هو فعلا بقى بيعاملني بكل جفاء. انت بقى، انا مش عايزك تفضلي في جوازة مش بتشبعي منها حب واهتمام، لمجرد انك خايفة من كلمة طلاق. طلاق؟ بس الموضوع مش سهل يا مجدي، الناس وسمعتي واهلي، كل الناس دي مش هتعيش حياتك، انتي بس اللي عايشاها، وحاسة بالبرد اللي جواكي بالليل. انا مش بقولك قرري دلوقتي، بس فكري. انا راجل صريح، اكبر منك شوية ومطلق بس بقدرك وفهمك وعايزك تبقي مراتي، وابني الوحيد عايش مع امه، وعمره ما هيكون عقبة بينا، انتي اللي تهميني. طلاق ايه يا عالية اللي بتتكلمي عنه؟ المشاكل اللي بينا بسيطة قوي وما توصلش للطلاق، احنا مالنا؟ مفيش حاجة جديدة يا ياسر، كل حاجة بقت مملة، انت اتغيرت، كلامك معايا بقى ناشف، ساعات بتجرحني من غير ما تحس، وانا مش قادرة استحمل ده، انت بتجرحني حتى في انوثتي. مش ملاك يا عالية، والشد ده بيحصل كتير بين المتجوزين، ده طبيعي، ببقى مضغوط من المشاكل او من الشغل، بس ما توصلش للطلاق. كل مرة اشتكي فيها من حاجة تقلبها لي ان انا اللي غلطانة. انت ما بقتش زي الاول، كنت حنين وبتحسسني اني مهمة، دلوقتي بقيت كأني قطعة اساس في البيت. يعني عشان اتهزيت شوية من الدنيا، ولا اتعصبت عليكي مرة، نبقى ننهي جوازنا والرباط الغليظ اللي بينا؟ مش انا السبب، انت السبب، وانا بناقشك بهدوء وبقولك اني مش سعيدة معاك دلوقتي، وانا قررت يا نتطلق بالمعروف، يا اما هرفع عليك قضية خلع. خلع يا عالية؟ لو دي رغبتك يبقى خلاص، بس خليكي فاكرة إن رغم كل اللي بتجرحيني بيه من يوم ما طلبتي تأجيل الحمل لحد دلوقتي، أنا برضو متمسك بيكي، وإنتي اللي مصممة تسيبيني. واتطلقت أنا وياسر، ورحت أعيش مع ماما، وأنا عاملة حسابي إن بعد ما تخلص العدة على طول هتجوز مجدي. بس أختي الكبيرة اعترضت وقالت: الكلام اللي بتقوليه ده مستحيل يحصل، إزاي يعني تتطلقي من ياسر وتتجوزي بعدها على طول؟ الناس تقول إيه؟ ده انت كأنك بتقولي للناس انا كنت بكلم واحد من ورا جوزي، يعني هتظهري قدام الناس خاينة؟ اصبري على الاقل 6 شهور او سنة. على فكرة يا شيماء، ده اللي حصل بجد، اختك عالية كانت بتتكلم مع مجدي وهي لسه متجوزة ياسر، هي ما عملتش حاجة غلط، هي كانت بتدور على سعادتها. اختك ما كانتش سعيدة مع ياسر، دي حياتها وهي حرة فيها، وانت مالكيش دعوة ولا الناس ليهم دعوة. مش مصدقة يا أمي اللي بسمعه منك دلوقتي، يعني أختي عملت كده بجد؟ وانت كمان كنتي معاها في كل ده وبتشجعيها؟ طب أحمد أخونا الكبير هيوافق على ده؟ أحمد مش هيعرف حاجة يا شيماء، كأن مجدي ده جوازة كويسة وجاتلي بعد طلاقي على طول، أعمل إيه؟ يعني هتخبي عن أخوك يا عالية، أخوك اللي بيحبك وبيحميكي؟ بقولك يا شيماء، مش هتفرق كتير، حتى لو عرف الحقيقة أنا أمها، واللي هقوله هيمشي عليكم كلكم حتى أبوكم، وأنا قلت عليا هتتجوز مجدي بعد العدة على طول، يبقى كلامي هيتنفذ ومحدش يفتح بقه، ومش مهم أي حد. ولأن أمي كانت دايما في ظهري، وهي اللي بتشجعني أعمل اللي أنا عايزاه مادام هكون سعيدة، نفذت اللي في دماغي،
واتجوزت مجدي بعد العدة على طول، وقضيت معاه شهر عسل عمري ما هنسى حلاوة أيامه. بس وأنا في شهر العسل اتفاجئت برسالة من طليق ياسر، وكان بيقولي فيها: ما كنتش ناوي أكتبلك، بس لما سمعت إنك اتجوزتي أول ما العدة خلصت حسيت إن قلبي اتكسر للمرة التانية. مش عشان اتجوزتي، لأ، ده الجواز نصيب. بس عشان السرعة دي خلتني أسأل نفسي: هو أنا كنت إيه في حياتك؟ مرحلة وعدت، ولا عائق بينك وبين أحلامك؟ دلوقتي بس فهمت نظراتك الباردة وجفائك وتصميمك على الطلاق. دلوقتي بس عرفت إن في حد تاني كان في الصورة، وأنا آخر من يعلم. ربنا يسعدك، بس صدقيني اللي بيبدأ بخداع وخيانة صعب يكمل بسعادة. في إيه؟ مالك يا حبيبتي؟ ولا حاجة، دي ماما كانت بتطمن عليا أنا وإنت وطمنتها. وبعد ما رجعت من شهر العسل لقيت أبو مجدي قاعد عندنا في بيتنا، واتفاجئت إنه كمان هيعيش معانا، ومجدي حتى ما قاليش قبلها. ولقيت مجدي بيقولي: يا بنتي استهدي بالله كده، ايه العصبية دي؟ ده ابويا يا عالية، يعني مش غريب، ده بركته معانا، ما ينفعش يتساب لوحده. بس المفروض كنت تقولي من قبل الجواز، زي ما قلتلي ان ابنك مش هيعيش معانا. مجدي ماليش دعوة، انا ست متجوزة وعايزة البس براحتي. ازاي بقى هعمل كده وابوك هيبقى في وشي كده طول اليوم؟ احنا في بيت ولا في مركز رعاية ولا دار مسنين؟ ده كلام ايه ده بس يا قلب مجدي؟ ده اختبار من ربنا لينا، وانا متأكد انك قدها. انت قلبك حنين، انا عارف. الوضع ده مؤقت لحد ما اتصرف. صدقيني عمري ما هسيبك زعلانة. ماشي، بس ما تطولش على الوضع ده، مش هستحمله كتير. وكل يوم كان يعدي كان حب المجدي بيزيد أكتر وأكتر، وما بقيناش قادرين نستغنى عن بعض أبدا، لدرجة ما بقاش يهمني إن أبو مجدي بقى عايش معانا على طول، وكمان بخدمه وبصرف عليه. أيوة بصرف عليه، لأن مجدي اترفد من الشغل وفلوسه خلصت، وقعد من غير شغل لفترة طويلة وكأنه حابب القعدة. وبقيت باخد فلوس من ماما عشان أصرف على البيت، وماما كانت يا إما بتديني فلوس من معاها هي، يا إما بتجبر خواتي يدوني فلوس. عارفة يا ماما، أنا حرفيا بقيت خدامة، بصحى أطبخ وأغسل وأنضف لأبوه قبل مجدي كمان. أما بقى مجدي نايم، ويصحى ياكل ويقوم يقعد قدام التلفزيون، لا بيشتغل ولا بيدور حتى. بس هو رغم كل ده حبيبي اللي ما اقدرش استغنى عنه ابدا، ومستحمله كل حاجه عشانه. هو بس اللي قدر يملى فراغي العاطفي. مادام سعيده معاه وبتحبيه يبقى مش مهم الظروف اللي حواليه، كله يهون، ما يهمكيش حاجه. انا هدبرلك كل امورك. ايه يعني فلوس؟ انا كلمتي سيف على رقبه خواتك، اطلب منهم فلوس بيدوني، راضيين بقى مش راضيين مش مهم. وانا طول ما انا عايشة مش هخليكي تحتاجي حاجة ابدا. المهم تعيشي العيشة اللي نفسك فيها مع الراجل اللي قلبك اختاره. بس ساعات كده بحن اني ابقى ام، والدكتور قال اني محتاجة حقن مجهري، ومجدي طلب مني اصبر شوية عشان معهوش فلوس دلوقتي، ولا يمكن مش عايز يخلف مني عشان هو عنده ولد. بس كده ولا يهمك، انا اديكي فلوس الحقن ده واعمليها يا حبيبتي. وبعد ما أخدت من ماما فلوس الحقن المجهري، مجدي أخد مني الفلوس وصرفها على نفسه. ما اهتمتش، لأني بجد بحبه ومش قادرة أعيش من غيره. وفضلت عايشة مع مجدي على الوضع ده، وضع صعب، بس أمي هي اللي مهوناه عليا وممشية حياتي. بس بعد وفاتها حياتي اتحولت لجحيم، كل حاجة بانت على حقيقتها. أنا خدامة لأبوه، مفيش فلوس، وكمان مفيش أولاد. حتى مجدي بقى بيخوني عيني عينك كده قدامي، مش بيداري حتى. ما قدرتش استحمل الوضع، طلبت الطلاق ورجعت بيت أمي، عايشة فيه لوحدي. واخواتي بعد اللي شافوه مني مش بيسألوا عليا غير كل فين وفين. ربنا ما نساش حق حد ظلمته، لا طليقي ولا اخواتي. وبقيت قاعدة لوحدي ساكتة دايما، وبسأل نفسي: هو أنا كده كسبت إيه؟ ده أنا ضيعت نفسي بإيدي.